نفهم لماذا نحن نحتفل، من أجل ماذا. يجب أن نتأثر من خلال تصرفاتنا، من خلال الحضور في مثل هذه المجالس. فمن هي فاطمة بنت موسى بن جعفر؟ هي امرأة، لكن أي امرأة؟ هل هي امرأة عادية؟ امرأة المعصومون قالوا في حقها من زارها وجبت له الجنة، كما ورد عن إمامنا الرضا. طبعا عارفا بحقها. كيف تعرف حقها؟ مجرد أن بعض الناس تشوفه يتكاسل من زيارتها. هذه المرأة التي زيارتها وردت عن المعصوم، كما وردت زيارة أبي الفضل العباس سلام الله عليه عن المعصوم. وما أتذكر غير هذين، يعني السيدة فاطمة بنت موسى بن جعفر وأبي الفضل العباس سلام الله عليه، وردت زيارتهما عن المعصوم. بقية أولاد الأئمة أو أحفاد الأئمة هنالك زيارات موجودة لهم مكتوبة على الجدران، لكنها ملفقة من هنا وهناك، ولا مانع من ذلك. ولكن زيارة السيدة معصومة أمرنا بزيارتها، ولكن عارفا بحقها. كيف نتعرف على حق السيدة المعصومة؟ فقط في مجلس روتيني ونجلس ونسمع كم كلمة وخلاص وانتهى الأمر؟ اعلموا أن لبعض الشخصيات من رجال أو نساء الله يعطيهم مكانة خاصة. عبد العظيم الحسني عليه السلام أنتم تعلمون هو من أحفاد الإمام الحسن، ليس مباشرة هو ابن المعصوم، لكن انظروا ماذا يقول عنه الإمام الهادي كما يروى أن ثواب زيارته ثواب زيارة الإمام الحسين عليه السلام، مع أنه في جواره اثنين من أولاد الأئمة، وهو حمزة كما يقال هو أخ للإمام الرضا، وأيضا السيد طاهر من أحفاد الإمام زين العابدين سلام الله عليه. ولكن هنالك خصوصية لبعض أولاد الأئمة يجب أن نتعرف عنها، أن قم، مدينة قم أصبحت مقدسة بوجود امرأة. وبعدين يقول لنا أنتم نظرتكم للمرأة نظرة حقيرة، نظرة دونية. وهذا ما ذكرته في الغرب في عدة لقاءات في الجامعات في مؤتمرات. نظرتنا للمرأة إسلاميا نظرة قدسية. ماذا نسميها؟ نسميها عرض، شرف، كرامة. تعرضوا لشرف الإنسان يعني لعرضه. وقلت ذلك في لجنة المؤتمر، لجنة أو ما يسمى بالكوميسيون للأسرة في البرلمان الأوروبي، بدعوة دعوا مركزنا، دعونا للحضور لنجد حلول لمشكلة الأسرة وتفكك الأسرة في الغرب. تعرفون الآن الغرب ده يبحث عن حلول، ولكن لا يريدون حلولا، وإنما بالعكس هم يفككون الأسرة. ما لك شغل بأمك وأبوك ولا حتى بأولادك، الدولة هي المسؤولة. وهذا التفكك الأسروي مع الأسف حتى أثر على العلاقات الأسروية لمجتمعنا الإسلامي في الغرب. فالقوانين عندهم هي الحاكمة، ولذلك شايفين بعض الكليبات بعض الأفلام كيف يأخذون الأولاد من والديهم. وأنا قلت لهم في مكان ما أنتم تنظرون للجانب المادي في تربية الأولاد فقط، ولكن تسحقون على عواطف الوالدين وعواطف الأولاد. وعندهم إحصائية موجودة في السايت، يعني في ما هم يكتبونه، أكثر الأولاد الذين يأخذونهم ويبعدونهم عن أهليهم 60% مينيموم مصابون بالدبريس، يعني الكآبة.
فهم يهتمون في الجانب المادي للإنسان، ولكن الجانب الروحي ليس لديهم حلول، لأنهم لا يؤمنون بمسألة الدين ومسألة أثر الدين على الحياة.